حرب إيران بتنفجر وبتخرج عن السيطرة رسميا. مع دخول الحرب يومها ال20 كل الأطراف دخلت في لعبة عض الأصابع لإنهاك الخصم بأقصى قوة ممكنة لإنهاء الحرب وضمان الخروج بانتصار واضح. جيش الاحتلال في لحظة يأس وبناء على اتفاق مع أمريكا نفذ ضربة عسكرية ضخمة استهدفت حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في إيران. الهدف من الهجوم ده كان فصل التيار الكهربي وضرب محطات المياه اللي بتعمل بالكهرباء لتعطيش الإيرانيين، لدفع الشارع للانفجار والخروج لإسقاط النظام من الداخل. وللرد على التحرك ده إيران من ناحيتها اللي مستمرة في قفل مضيق هرمز اللي بيمر منه 20% من إمدادات النفط العالمية يوميا، وجهت صواريخها لمراكز معالجة الغاز ومحطات الطاقة في دول الخليج. الخطة الإيرانية استهدفت رفع أسعار الطاقة العالمية لمستويات قياسية علشان تخلق أزمة تضخم تضغط على الشارع الأمريكي وتجبر إدارة ترامب على التراجع ووقف الحرب. الضغط الإيراني ده شمل من قبل الضربة محاولات لتجويع دول الخليج بقفل المضيق اللي بتعتمد عليه في سلاسل توصيل الغذاء بتاعها وتعطيشها بضرب منشآت الطاقة المرتبطة بتحلية المياه. وهنا الصراع اتحول لسباق تدميري لتحديد الطرف اللي هيتألم أسرع ويفقد القدرة على التحمل. وهنا في ظل التحول ده هنشوف النهارده في ظل ضربات امبارح مين هينجح ومين هيفشل، والحرب دي هتستمر قد ايه. وعلشان نفهم احنا رايحين على فين لازم ندور على اجابات لاسئله تانية مهمه. ليه الكيان ضرب حقل بارس بالذات؟ وايه تاثير الضرب ده على الداخل الايراني؟ وهل هينجح الاحتلال في اهدافه بانه يخرج الايرانيين؟ وايه كان الرد الايراني؟ والاخطر، ليه اتركز على أصول الطاقة في دول الخليج بدل ما يركز على الكيان؟ وإيه انعكاسات الضربات دي على أسعار الطاقة؟ وهل النظام الإيراني ممكن ينجح في تحقيق أهدافه بتركيع دول الخليج؟ تعالوا بقى نفكك المشهد ده حتة حتة، وكالعادة هتلاقي مصادر الحلقة في التعليقات للي عاوز تفاصيل موسعة أكتر. بداية كده، جيش الاحتلال وبناء على تقارير بتوضح ان العمليه تمت بتنسيق وموافقه من الولايات المتحده نفذ سلسله من الضربات الجويه الدقيقه اللي استهدفت اهم مراكز البنيه التحتيه للطاقه في ايران، سواء اللي بتخدم الاستهلاك المحلي او المخصصه للتصدير. التركيز العملياتي في الهجوم ده كان على المنطقه الصناعيه الخاصه بانتاج ومعالجه الغاز في محافظه بوشهر الايرانيه، وتحديدا حقل بارس الجنوبي. الضربات دي مثلت تصعيد ضخم جدا مقارنه بالعمليات اللي قبلها، لان الهجمات السابقه كانت بتتجنب ضرب المنشآت الرئيسيه لاستخراج ومعالجة المحروقات علشان تتفادى أي صدمات تخرج عن السيطرة في سوق الطاقة العالمي. لكن ليه بالتحديد حقل بارس الجنوبي هو اللي كان الهدف الأساسي للضربات دي؟ وليه التأثير كان مدمر للدرجة دي؟ الإجابة في لغة الأرقام وتوزيع الثروات. حقل بارس الجنوبي أو حقل قبة الشمال هو أكبر حقل واحتياطي معروف للغاز الطبيعي في العالم كله، والمكان ده مشترك عبر الحدود البحرية بين إيران وقطر. الجزء الإيراني من الحقل ده كان تاريخيا مسؤول عن إنتاج نسبة بتتراوح بين 70% ل 75% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المحلي في إيران، وبيمثل الركيزة الأساسية لتوليد الكهرباء المحلية وتوفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات وتغذية خطوط أنابيب التصدير الإقليمية. الحقل ده لوحده سجل إنتاج يومي وصل ل 730 مليون متر مكعب من الغاز في سنة 25، وده بيبين الاعتماد الكلي للدولة الإيرانية وسلسلة توريد الطاقة في المنطقة عليه. وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية ومنظمة الدفاع السلبي في البلاد، ودي الجهة الحكومية المسؤولة عن الدفاع المدني وحماية البنية التحتية الحساسة، أكدت في بيان ليها إن مقذوفات أطلقها العدو أصابت بشكل مباشر المصافي رقم 3 و4 و6 جوه المجمع ده. المصافي دي بتعتبر منشآت صناعية متطورة جدا ومتصممة لمعالجة الغاز الحامض اللي بيطلع من مراحل التطوير 3 و4 و5 و6 الخاصة بالمنصات البحرية في حقل بارس الجنوبي. الضربات دي سببت أضرار هيكلية ضخمة في خزانات الغاز ومستودعات التخزين ووحدات المعالجة، وده أدى لاشتعال حرائق هائلة أجبرت السلطات على الإخلاء الفوري للعمال ووقفت العمل في منشآت تانية كتيرة مرتبطة بيها. النتيجة الفورية للقصف ده كان تدهور واسع في قدرات المعالجة الإيرانية. التقييمات الاستخباراتية وتحليلات الخبراء أشاروا إلى أن ضربات 18 مارس نجحت في إنها تحيد وتعطل حوالي خمس إجمالي قدرة إيران على معالجة الغاز. حجم العطل ده ظهر تأثيره فورا على شبكات المرافق المحلية والتزامات التصدير الدولية. الدمار اللي حصل في الحقل ده امتد بسرعة لشبكة الكهرباء المحلية في إيران وكشف عن نقط ضعف هيكلية قديمة وعميقة. شبكة الكهرباء الوطنية كانت أصلا بتشتغل تحت ضغوط شديدة وبتعاني من بنية تحتية متهالكة، خصوصا إن التوربينات الغازية الدورة البسيطة بتمثل حوالي 60% من سعة الشبكة اللي بتبلغ 110 جيجا وات. التوربينات القديمة دي بتشتغل بمستويات كفاءة منخفضة جدا وبتحتاج فترات توقف طويلة للصيانة. ومع الانخفاض المفاجئ والكبير في إمدادات الغاز الطبيعي اللي جاية من حقل بارس الجنوبي، محطات توليد الكهرباء في كل أنحاء البلاد اضطرت توقف عمل لأنها ما قدرتش تحول شغلها لأنواع وقود بديلة بسرعة تكفي للحفاظ على استقرار الشبكة. وده أدى لانقطاع الكهرباء عن البلد كلها وساب المراكز الحضرية الرئيسية والمناطق الصناعية في حالة انقطاع تام للتيار. الانقطاع التام ده كان عامل زي حجر اترمى في بحيرة
موجاته ضربت قطاعات تانية خالص، لأنه اللي بدأ كأزمة طاقة محلية اتحول في أيام لكابوس إنساني بيهدد حياة الناس بشكل مباشر. علشان نفهم الخطر الوجودي والمدمر اللي سببته ضربات البنية التحتية للغاز الطبيعي في إيران، لازم نبص على الرابط الوثيق اللي مفيش غنى عنه بين إنتاج المحروقات وبين أنظمة معالجة وتوزيع المية اللي هي ضعيفة أصلا في البلد. الرابط ده اللي الخبراء بيسموه العلاقة المترابطة بين المية والطاقة، معناه ببساطة إن أي خلل كبير في إمدادات الغاز بيترجم فورا لخلل حرج في إمدادات المية للمدنيين. إيران حاليا بتواجه أزمة جفاف غير مسبوقة ومستمرة بقالها سنين، وعلشان تعوض النقص السريع ده الدولة الإيرانية بقت معتمدة بالكامل على عمليتين ميكانيكيتين بيستهلكوا طاقة ضخمة جدا، وهم تحلية المية على نطاق واسع والضخ الميكانيكي للمية لمسافات طويلة. العمليتين دول بقوا رهينة لاستمرار عمل شبكة الكهرباء الوطنية من غير أي انقطاع. الفشل الهيكلي في الرابط بين المية والطاقة بيحط النظام الإيراني قدام أزمة داخلية وجودية ومتسارعة. الرئيس مسعود بزشكيان في خطاب جماهيري وجه تحذير صريح بأن طهران ممكن المية تقطع عنها بالكامل بحلول شهر سبتمبر أو أكتوبر لو ما تمش تقليل الاستهلاك بشكل جذري. وهنا بقى أنت تتوقع إيه من ناس لا عندها مية ولا عندها كهرباء ومضغوطين اقتصاديا لأقصى مدى؟ هننزل طبعا نولع في البلد، وده المطلوب حرفيا من حكومة الاحتلال وترامب اللي فشلوا هم مع الإدارة الأمريكية في إسقاط النظام من جوه. دلوقتي لازم يدفعوا الإيرانيين علشان يسقطوا النظام بإيديهم. لكن الحوادث التاريخية السابقة وحالة الغضب اللي النظام فيها فعلا مخوفة الإيرانيين من النزول، بالإضافة إلى إن في حاجة مهمة جدا اسمها حالة الالتفاف حوالين العالم، ودي كل شعوب العالم بتعملها تلقائيا أول لما بتتعرض لأزمة جاية من الخارج، خصوصا لو كانت مصطنعة زي الحرب دي. الشعوب ساعتها بتتجنب أي خلافات داخلية ما بينها وبتركز على العدو الخارجي اللي عمال يدمر في بيوتهم ويقتل ولادهم، خصوصا لو قتلوا في أول يوم بس عشرات الطالبات في مدرسة ابتدائي. الكلام ده بيخلي الشعب يخاف من المعتدي الخارجي، لكن برضه مش لفترة طويلة، لأنه لو الأزمة طولت الناس هتشوف إن النظام هو اللي بقى عبء، ولو مشي هيرتاحوا من كل مشاكلهم وبالتالي هيبدأوا يتحركوا ضده، وده النظام الإيراني مدركه تماما هو كمان. علشان كده داخل في صراع علشان يوجع العالم كله وخصوصا الأمريكان علشان يوقفوا الحرب اللي هو مش عارف يوقفها عسكريا، وبالتالي الرد الإيراني على الهجمات دي هيجي علشان يحاول يحقق الأهداف دي. وهنا بقى النار بتولع على الشط الثاني في الخليج. النظام الإيراني استوعب بسرعة التحول اللي حصل من جانب جيش الاحتلال والولايات المتحدة ناحية الحرب الاقتصادية الشاملة، وقرر يرد بشكل متماثل بناء على عقيدته العسكرية اللي بيسموها الدفاع الهجومي. القيادة في طهران كانت عارفة كويس ان جيشها التقليدي ما قدرش يواجه القوات الجوية المشتركة لأمريكا وجيش الاحتلال، علشان كده استخدموا ترسانتهم الضخمة واللامركزية من الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والطائرات المسيرة علشان تخلي الأصول الإقليمية القيمة جدا تحت رحمة نيرانها. الهدف الاستراتيجي من التحرك ده كان توسيع تكلفة الصراع وتوجيه رسالة واضحة لدول الخليج والمجتمع الدولي مفداها: لو النفط والغاز الإيراني مش هيخرجوا للعالم مفيش أي طاقة هتخرج من المنطقة كلها. وفورا بعد الضربة الإسرائيلية الحرس الثوري الإيراني طلع تحذيرات صريحة ومذاعة طلب فيها إخلاء البنية التحتية الحساسة للطاقة في السعودية وقطر والإمارات، وأعلنها بشكل رسمي، أهداف مشروعة ومباشرة. طيب والدول دي مالها؟ ثواني وهقول لك. في خلال ساعات طهران نفذت موجة انتقامية ضخمة ومتعددة الاتجاهات عبر الخليج العربي استهدفت مراكز الطاقة المدنية والقواعد العسكرية الأمريكية. بالتوازي مع ده القوات الموالية لإيران وتحديدا حزب الله في لبنان كثف عملياته وأعلن مسؤوليته عن 57 هجوم منفصل باستخدام الطيارات المسيرة ومدافع الهاون والصواريخ عالية الدقة، ويستهدفوا مواقع تابعة لجيش الاحتلال منها قاعدة حيفا البحرية ومقر وحدة شيطيط 13، وده تحت اسم عملية خيبر واحد. في الوقت نفسه سلطات الاحتلال بلغت عن سقوط أول ضحايا مدنيين في الضفة الغربية المحتلة وتحديدا في منطقة بيت شمش نتيجة سقوط حطام الصواريخ الإيرانية. وهنا بيطرح سؤال منطقي نفسه: ليه التركيز الأساسي للرد الإيراني كان على شبه الجزيرة العربية بالتحديد رغم أن الضربة الأصلية جاية من جيش الاحتلال وأمريكا؟ الإجابة بتكمن في استراتيجية تحقيق أقصى ضرر بأقل مجهود. يعني ايه؟ استهداف العقد الاقتصادية دي بيجبر الأمريكان على تحمل تكلفة سياسية غير مقبولة ما كانوش عاملين حسابها. النطاق كان واسع جدا، ففي دولة قطر مثلا الصواريخ الباليستية الإيرانية ضربت مدينة رأس لبنان الصناعية اللي بتعتبر المركز المدني الأساسي للغاز الطبيعي المسال. الهجوم ده اتسبب في أضرار واسعة وولع حرائق ضخمة في أهم مركز لمعالجة الغاز المسال في العالم كله. شركة قطر للطاقة نزلت فرق الاستجابة للطوارئ علشان تسيطر على الحرائق دي، ورغم انه مفيش اي اصابات اتسجلت الهجوم ده عمل ازمه دبلوماسيه طاحنه وخلى قطر تطرد فورا كل الملحقين العسكريين والامنيين الايرانيين واعتبرتهم اشخاص غير مرغوب فيهم. الوضع في الامارات كان اقل سخونه. الضربات الايرانيه اصابت بشكل مباشر مجمع ميناء جبل علي في دبي وهو مركز لوجستي وبحري، وهرجع له دلوقتي بالتفصيل بس اديني ثانيه. في نفس الوقت ضربات تانية تم اعتراضها
لكن سقوط الحطام بتاعها أجبر عمليات الاستخراج والمعالجة في منشأة غاز حبشان وحقل باب على التوقف. والحكومة الإماراتية وصفت التحرك ده علنا بأنه تصعيد خطير وتهديد غير مسؤول للاستقرار الإقليمي. وفي السعودية إيران حاولت تستهدف المنطقة الشرقية والرياض، وتحديدا مصفاة نفط سمرف في مجمع الجبيل الضخم للبتروكيماويات، لكن الدفاعات الجوية السعودية نجحت في اعتراض 4 صواريخ باليستية فوق العاصمة الرياض، وده أدى لتساقط حطام من غير أي تقارير أولية عن أضرار هيكلية أو إصابات. الضربة الأكثر ضرر بقى كانت بتاعة رأس ليفان في قطر. إيران لما قدرت تضرب قلب البنية التحتية لتصدير الغاز المسال القطري، وهي المنشأة اللي دول العالم كله بتعتمد عليها علشان تعوض نقص الغاز الإيراني والروسي وأي إمدادات تانية متعطلة، كانت بتبعت رسالة قاطعة: إحنا عندنا القدرة والنية إننا نفكك سلسلة توريد الطاقة العالمية بالكامل لو البنية التحتية السيادية بتاعتنا اتدمرت. الضربات دي طبعا حققت أهداف الإيرانيين إنهم يخلوا العالم يعاني لما ارتفعت أسعار الطاقة والأسعار ولعت. الأرقام بتوضح حجم الكارثة. خام برنت اللي بيعتبر المعيار العالمي نط سعره بنسبة 5% فورا، وعدى حاجز ال 168 سنت دولار للبرميل، ووصل لقمة جنونية عند 126 دولار للبرميل في وسط التقلبات العنيفة، وده بيمثل زيادة إجمالية بحوالي 50% من بداية الصراع. أما معيار الغاز الأوروبي المعروف ب TTF الهولندي قفز بنسبة 7.5% في خلال ساعات، والارتفاع ده كان نتيجة مباشرة لتدمير 20% من قدرة المعالجة بتاعة الغاز الإيرانية والأضرار اللي عملتها الصواريخ الباليستية في مركز تصدير الغاز المسال في قطر. الارتفاع المفاجئ والعنيف في تكاليف الطاقة الأساسية ضخ ضغط تضخمي فوري وشديد في الاقتصاد العالمي، وده خلى البنوك المركزية والحكومات الغربية تتدخل بسرعة وفي حالة ذعر. بنك كندا طلع تحذيرات خطيرة إن الصراع زود جدا المخاطر على الاقتصاد العالمي، في حين إن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية وضحت إن أسعار المنتجين للسلع والخدمات كانت بتزيد بأسرع وتيرة ليها من سنة بسبب التكاليف المتتابعة لزيادة الوقود. وهنا طبعا الضغط هيزيد على ترامب وإدارته في أمريكا، واللي عندهم انتخابات تجديد نصفي في الكونجرس في نوفمبر، وطبعا محافظ الأمريكان الفاضية معناها خسارة ضخمة جدا لأغلبيته في الكونجرس. علشان كده من الناحية التانية هيسرع هو كمان الضرب من ناحيته أكتر، ربما ينزل الإيرانيين للشوارع ويقضي على النظام في أقرب وقت. الضغط اللي جاي على دونالد ترامب مش بس داخلي، ده كمان خارجي من شركائه في الاتحاد الأوروبي اللي بيعانوا وبشدة زيه، والإيرانيين هنا عاوزين يحطوا دول الخليج في نفس الكفة علشان يضغطوا كمان على ترامب، وده هيفشلوا يعملوه مع الكيان بنفس القدر اللي رئيس حكومته هو الوحيد في العالم اللي من مصلحته استمرار الحرب علشان عكس ترامب يهرب من محاولات سجنه. وهنا ده يدينا سبب تاني للتركيز على استهداف دول الخليج العربي أكتر من إسرائيل نفسها، طبعا بالإضافة للقرب الجغرافي واستراتيجية النفط والطاقة للعالم. طيب هو القدرة على التأثير والضغوط الإيرانية على دول الخليج لو نجحت كانت بقت قاتلة ليه؟ لأن الإيرانيين أولا استهدفوا تجويع الخليج عن طريق غلق مضيق هرمز اللي بيجي منه جزء كبير من واردات الغذاء بتاعتهم، وبعدين استهدفوا ضرب بيئة أعمالهم بأنهم يدفعوا المستثمرين للهروب، وأخيرا يدمروا بنيوتهم التحتية البترولية، وده بيضرب اقتصادهم كله. يا إما ده يا ترامب يوقف الحرب. وهنا أنا هقول لحضراتكم محاولات التدمير الإيرانية دي فشلت إزاي في الدول الست. مثال واحد من قصص النجاح اللي الضرب مغطي عليها هو قدرات دول الخليج في توفير الأكل والحفاظ على أسعاره بالرغم من الحصار البحري. وهنا هركز على الإمارات، رغم إن كل دولة في الستة عندها تجربة ملحمية ممكن نقعد نحكيها، لكن الإمارات بالذات هي أكتر دولة اتعرضت لهجوم، وبالتالي هي المثال اللي المفروض كان يركع في أسرع وقت. بالنسبة لمحاولات التجويع، مجرد ما بدأت الضربات العسكرية يوم 28 فبراير الملاحة التجارية في مضيق هرمز وقفت، وحركة ناقلات البترول وسفن الحاويات انهارت بنسبة بتتجاوز 90% خلال أيام. يوم 8 مارس 26 عدى من المضيق 4 سفن تجارية بس، مقارنة ب 91 سفينة عدت في اليوم اللي بدأت فيه الحرب. دول الخليج بتستورد من 80 ل 90% من أكلها، و70% من الواردات دي كانت بتيجي لموانئ التوزيع زي ميناء جبل علي في دبي. شركة كيبلر للاستخبارات البحرية رصدت 81 سفينة حاويات كانت في طريقها لموانئ جوه المضيق يوم 28 فبراير، وفي خلال أيام 43 سفينة غيرت مسارها لموانئ تانية في الخليج، وباقي السفن اتوجهت بره المنطقة خالص. التحول ده حول الاستيراد البحري الرخيص لعملية معقدة ومكلفة جدا. علشان الإمارات تتغلب على الحصار اللي فرضته الحرب ده وتحافظ على المعروض الغذائي، السلطات نفذت 4 طرق لوجستية في منتهى الدقة. الطريقة اللوجستية الأولى كانت الاعتماد على الموانئ الشرقية للإمارات، وتحديدا ميناء خورفكان وميناء الفجيرة. الموانئ دي بتبص على خليج عمان وموجودة بره مضيق هرمز. ميناء خورفكان بيبعد 130 كيلومتر بس عن دبي عن طريق سريع مزدوج، والسلطات هناك طبقت إجراءات تلخيص جمركي للطوارئ علشان تنقل السلع الأساسية بسرعة لجبل علي والمناطق الحرة في أبو ظبي. وبسبب الضغط الرهيب الموانئ دي اتزحمت جدا،
وفي نص مارس إدارة ميناء خرفكان وقفت استلام أي حاويات مخصصة للتصدير علشان توفر مساحة للواردات، ووقت انتظار السفن وصل ل10 أيام. وشركة موانئ دبي العالمية بدأت خدمة شاحنات معتمدة جمركيا بتنقل البضائع من خرفكان والفجيرة وتخلص ورقها في جبل علي علشان تتجاوز الحصار. التحليلات أثبتت إن الموانئ دي قدرتها القصوى هتغطي من 50 ل 70% بس من حجم الواردات المحلية في أول 6 شهور. وهنا بنسأل نفسنا سؤال منطقي، بناء على إن الموانئ الشرقية للإمارات أقصاها تغطي 70% من الواردات، إزاي دبي قدرت تغطي ال 30% الباقية وتجيب الأكل بسرعة من غير ما يتعطل في التفتيش الجمركي؟ الإجابة موجودة في الطريقة اللوجستية الثانية، وهي تفعيل الممر الأخضر بين عمان والإمارات. يوم 12 مارس جمارك دبي وقعت اتفاقية مع الإدارة العامة للجمارك في عمان وطلعوا إشعار جمارك دبي رقم 4 لعام 26. الممر ده بيخلي الحاويات اللي كانت رايحة جبل علي تنزل في موانئ عمانية زي ميناء صحار اللي بيبعد 230 كيلومتر عن دبي. البضاعة بيتعمل لها فحص مبدئي في عمان وتتحمل على شاحنات مقفولة ومعتمدة وتدخل من منافذ الوجاجة وحتى، والتخليص الجمركي بتاعها النهائي بيتأجل لحد ما البضاعة توصل الإمارات علشان يتجنبوا الإجراءات المزدوجة اللي ممكن تبوظ الأكل وتضيع وقت. والرحلة دي بتاخد من يوم ل3 أيام زيادة. الطريقة اللوجستية الثالثة كانت توظيف الجسر البري بين السعودية والإمارات، والفكرة هنا كانت تفريغ البضائع في موانئ البحر الأحمر زي ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله وميناء ينبع التجاري. وبعض شركات الشحن زي شركة جيميني أطلقت خدمة AE19 بتلف حوالين رأس الرجاء الصالح وبتدخل البحر المتوسط وبعدين تنزل لجدة علشان تنقل بري للخليج. النقل ده كله بيتم على شاحنات بتقطع أكتر من 1400 كيلومتر بين جدة والدمام، وده بياخد من 7 ل 10 أيام تأخير وبيستهلك وقود كتير. والطريق ده بينفع للسلع اللي ممكن تتخزن لكنه غير مناسب للأكل الطازج. وكمان بسبب بطء النقل البحري والبري دبي فعلت الطريقة اللوجستية الرابعة، وهي توظيف النقل الجوي علشان توصل الأكل الطازة اللي بيبوظ بسرعة عن طريق القطاع الخاص اللي اتدخل بقوة. وسلسلة زي محلات لولو أجرت 37 رحلة طيران شحن مخصصة لحد نص مارس ونقلت أكتر من 6000 طن من اللحوم والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات لداخل الإمارات. وهنا بيظهر سؤال تاني منطقي جدا، إزاي الحكومة قدرت تمنع التجار من إنهم يرموا التكاليف البشعة دي زي الشحن اللي زاد 300% ورسوم مخاطر الحرب اللي وصلت ل 3000 و4000 دولار للحاوية على المستهلك العادي وتتجنب تضخم مدمر؟ الإجابة هي إن الحكومة طبقت طريقتين إداريتين في منتهى الصرامة. الطريقة الأولى هي تثبيت أسعار ال9 سلع الأساسية. وزارة الاقتصاد فعلت سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية وحطت سقف سعري يمنع رفع أسعار 9 مجموعات غذائية، وهي زيت الطبخ والبيض ومنتجات الألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح. القانون بيمنع أي تاجر أو مورد يرفع سعر السلع دي من غير موافقة من لجنة وطنية متخصصة. الشركات وتجار التجزئة الكبار اتحملوا تكاليف الشحن وتأمينات الحرب من أرباحهم. ومدير الاتصالات في سلسلة لولو طلع أكد إن التكاليف الإضافية الخاصة بال37 رحلة طيران مش هتتحمل على المستهلك نهائيا في الوقت الحالي. الطريقة الإدارية الثانية كانت عقاب المحلات اللي رفعت الأسعار وتفعيل حملات رقابة وتفتيش قوية جدا. وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي نفذوا أكثر من 7000 جولة تفتيشية في منافذ البيع. في البداية رصدوا 567 مخالفة وطلعوا 449 انذار وفرضوا غرامات بقيمة 207,250 درهم. لما بعض الموردين حاولوا يرفعوا الأسعار لتغطية التكاليف، الحكومة صعدت الإجراءات جدا. في خلال 48 ساعة بس فرضوا غرامات إجمالية قيمتها أكثر من 12 مليون درهم، يعني أكثر من 3 مليون دولار على 47 تاجر ومستورد وسوبر ماركت. وعلشان أدي لك أمثلة، في سلسلة هايبر ماركت اتعاقبت بغرامة 1,800,000 درهم لأنها رفعت أسعار الرز المستورد وزيوت الطعام بنسبة ما بين 18 و27% بعد الضربات. كمان تجار أصغر اتغرموا مبالغ ما بين 150,000 و450,000 درهم بسبب زيادة أسعار الدواجن والألبان. الوزارة طبقت سياسة عدم التسامح، ومش بس كده، دي أجبرت المحلات اللي اتغرمت إنها ترجع الفلوس للعملاء وترجع الأسعار لمستويات ما قبل الأزمة في خلال 72 ساعة، وهددت بوقف رخص التشغيل. وفي الآخر نتائج كل التحركات اللوجستية والإدارية دي كانت واضحة جدا بحلول 19 مارس 26. النتيجة الأولى هي معروض متوافر في الأسواق، الرفوف فضلت مليانة والأسواق حافظت على توفر المواد الغذائية الأساسية بسبب سرعة التصرف. والنتيجة الثانية هي ثبات أسعار السلع الأساسية، لأن الحكومة ألزمت الشركات بقوة وبقوة القانون والغرامات إنها تتحمل التكاليف اللوجستية الإضافية. الموقف ده نجاح للإمارات والدول الخليج الستة، لأنهم في النهاية لغاية دلوقتي محافظين على حيادهم بين 2 يأسين كل واحد فيهم النار والعة في ديله ومفيش حد عنده حاجة يخسرها حرفيا. النظام الإيراني بيخسر كل حاجة، يا شعبه يطلع عليه ويسقطه، يا يكسب ويكمل ويحكم البلد للأبد.
وترامب يا إما يرجع منتصر من حربه اللي ما كانش ليها أي أسباب بعد ما ورط أمريكا فيها، يا إما الحبس ممكن يكون مستنيه في قضية الجزيرة إياها لو خسر انتخابات التجديد. إنك تكون في وسط الاتنين دول وتحافظ على كل حاجة عندك بنسبة كبيرة، ده معناه إنك فعلا عندك مرونة وقادر تدافع ضد الضربات العسكرية والاقتصادية اللي ممكن تكون مميتة لحد تاني يمكن حتى العالم بيبص له على إنه أكبر منك وأغنى منك وعنده تكنولوجيا أكتر منك. في النهاية المشهد بيأكد إننا قدام حرب مفتوحة السقف والمدة، يا تكسب كل حاجة يا تخسر كل حاجة. المعركة ما بقتش بس في الميدان، دي بقت معركة إرادة وصمود في كل بيت وكل شارع، معركة الطرفين واخدين فيها العالم كله رهينة معاهم للجوع والمعاناة والألم علشان ولا حاجة.